عشان هي طموحها عدى الحدود، وعشان هي الأمومة في بداية الوجود، وكمنها هي التاريخ من جد الجدود. هي الحياة هي الورود. كان لازم نقدم لهي برنامج يخصها، وبنقول له هو إنه لازم يسمعنا، لكن على الأقل هتفضل حلقتنا لهي وهي بكل الأشكال. إذاعة القاهرة الكبرى من القاهرة. هي وهي هي وهي هي وهي 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 ده هي وهي هي 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 وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة. أصدقائي كل مكان، أهلا بيكم معانا وعودة مرة أخرى لهي وهي، فترتنا اللي دايما بنعيشها معاكم كل جمعة من دلوقتي ولغاية الساعة 8 على الهواء مباشرة. وطبعا معايا شريكي في هذا البرنامج على المكسر محمد إبراهيم. طبعا طول شهر رمضان البرنامج كان متوقف، لكن رجعنا لكم تاني وما فاتناش اي حاجة من اخبار رمضان والاحداث اللي حصلت للمرأة في رمضان، من تمثيلها في الدراما المصرية كانت موجودة طبعا، ويا ترى كان شكلها ايه وادوارها ايه. طبعا الموضوع ده يمكن ناس كتير جدا اتكلمت فيه، ومهما نقول ومهما نعيد ان ما تمثلوش المرأة بالشكل السيء، او ادوار اللي بتتم داخل الدراما المصرية لا تعبر عن المرأة المصرية بشكل كامل، لكن بتظل الدراما المصرية ماشية في طريقها وفي اتجاهها برغم اي كلام. فاحنا قلنا يعني كلام اكتر من كده ممكن ما يفيدش معانا دلوقتي، لكن الموضوع اللي الحقيقة أثير وكان نقطة خلاف كبيرة قوي، خصوصا مع رمضان بتكتر العزايم وبيكتر الشغل الست في البيت، إذا كانت أختك أو مراتك أو زوجتك أو والدتك، فهي في كل الأحوال تعبانة وشقيانة، تعبانة وشقيانة، مش بس في البيت في المطبخ وبس، ولكن مع الأولاد، خصوصا إنها كانت برضو فترة امتحانات، يعني كانت فترة صعبة جدا على أي أسرة كان ليها أولاد في المدارس. كمان في تنسيق وتجميل الأشياء داخل البيت، ترويقها وتنظيفها، كل الحاجات دي كانت مهمة على الست. هي مهمة طول الوقت وطول السنة، بس بتزيد شوية خلال شهر رمضان. يا ترى بقى دور الراجل هنا فين؟ او الرجل اللي عايش ومتعايش مع هذه الاسره، اذا كانت من خلال والدته لو هو مش متزوج، او لو زوجته وهو متزوج، او حتى اخته، يا ترى فكر في يوم يشاركها، فكر في يوم يقف في المطبخ معاها، فكر في يوم انها النهارده تعبانه فهنقوم احنا بطلبات وشغل البيت مع كل افراد الاسره. يا ترى ممكن نعمل الحاجات دي ولا هي عيبه في حق الراجل؟ يقول لك انا مالي، انا راجل، لو هي حتى تعبانه تجيب اختها ولا مامتها. ايه يا جماعه، انتوا مش مقدرين الموقف اللي احنا فيه ولا ايه؟ طب لو هي سعيده في حياتها اكيد السعاده هتغمر البيت، طب لو هي شقيانه وتعبانه برضو الشقة والتعب ده هيتنقل لكل افراد البيت مهما كان موقعها ايه. ده موضوعنا النهارده، هنكون معاكم على الهوا وهنقول تعليقاتكم اللي جت على الفيسبوك من خلال صفحتي الشخصيه او من خلال الصفحه الخاصه بيا على موقع الفيسبوك. هنقول آرائكم اللي كانت متداخلة جدا جدا مع موضوع عمل المرأة، وهل الناس لاقية شغل والشباب لاقيين شغل لما الست كمان هتاخد الأدوار المفروض ان الراجل يعملها. حاجات كتير جدا جدا هنتكلم معاكم فيها من دلوقتي لغاية الساعة 8. خليكم معايا ونروح لفاصل ونرجع لكم على طول.
وحشتوني والله، وحشتني المناقشة كده الجميلة اللي دايما بتبقى موجودة في البرنامج، إذا كان مع المتصلين المستمعين أو على المتابعين اللي على الفيسبوك. طب تعالوا بقى نشوف كام حاجة كده اتقالت بخصوص الموضوع ده. كنت بواجه سؤال للناس وبقول لهم تخيل انت بتشتغل وهي بتشتغل وانتوا الاتنين هترجعوا من الشغل، متخيلين ان انت هتروح تنام وتريح كده وانت مزاجك عالي، وهي هتقوم داخله على طول على المطبخ يا دوبك حتى ما تلحقش ان هي ترتاح. طيب وخصوصا بقى ان ممكن كمان الستات دلوقتي واللي ست البيت بقت بتدور على شغل، وكمان اللي عندها شغل بتدور على شغل تاني. فالتعليقات تداخلت جدا، وانور فتحي بيقول هي رجاله لاقيه شغل علشان الستات كمان تشتغل. كمان علي حسونه قال لي هي رجاله لاقيه شغل علشان الستات تشتغل وربنا يستر من عنده. عادل قال لي بس الشباب يشتغلوا الاول، وكأن الشغل للشاب هو اولويه، ولو اتبقى شغل نبقى نخلي الست تشتغل. ماشي. مروه نبيل بتقول لي ممكن تشوفي لي شغل، انا بدور فعلا والله. فقلت لها لو اشتغلتي وساعدتي في البيت يا ترى جوزك هيساعدك في شغل البيت؟ راحت قالت لي ضحكتيني وانا ماليش نفس، كأنها فعلا حاجة من ضرب الخيال. محمود الأخراسي بيقول لي والله أنا بساعد زوجتي في البيت من زمان، وعلمت أولادي يساعدوا والدتهم. قلت له الحقيقة يعني مش حقيقة الموضوع ده، لكن هو بعت لي صورة وهو بيشوي في البيت، وطبعا موضوع الشوي معظم رجالة بيحبوا هم اللي يشووا، فدي حاجة جميلة جدا. إيمان قالت لي بتقولي لا البيبي يقلع ويلبس نظيف ومكوي وياكل على الجاهز، اصله فاكر نفسه مصدر للفلوس وبس، ده اذا كان عارف او كان لسه عارف يجيبها لوحده اصلا. فايمان رايها حد شويه، لكن هنعرف رايها واتمنى نتواصل معاها ان شاء الله على التليفون. لكن قبل كل الكلام ده تعالوا كده نعيش تجربه غريبه شويه، هي فانتازيا وتجربه ساخره جدا جدا. تخيلتوا لو قلبنا الادوار والراجل هو اللي بقى يقوم بشغل البيت والست هي اللي بتطلع تشتغل، يا ترى الوضع هيكون ازاي؟ فانتازيا طبعا يا جماعه، وده حاجه خياليه واحنا ما بندعوش ليها ابدا ابدا، لكن هي صوره علشان تعرفنا وتورينا قد ايه الست بتتعب في البيت. لكن مره تانية بقول لكم ده مشهد ساخر جدا عملته زميلتي العزيزه رانيا بسيوني وزميلي المبدع طارق البرديسي. اسمعوه ونرجع لكم تاني. طارق فين الغدا؟ ميتة من الجوع. فين الغدا؟ معلش انا اسف، معلش يا امير، انا لسه ما عملتش الغدا. ليه؟ يعني ايه لسه ما عملتش الغدا؟ معلش اصل اتاخرت في الشغل النهارده، والطريق كمان كان وحش. ماليش فيه، وانا مالي؟ ما تعمل زي كل الرجاله ما بتعمل واطبخ من بالليل. مالكيش فيه كلام سواقين الميكروباص ده، كنت تعبان. احنا مخلصين مذاكره بعد نص الليل، ما فيهاش حاجه يعني. لو مستعجلين على الاكل اطلبوا دليفري. يا سلام، دليفري؟ وما كنت اكلت بره انا بقى من قبل ما اجي احسن. انا راجعه البيت عشان الاقي غدا سخن، اكل طبيخ، رز، لحمه، خضار. فين الاكل؟ طب حاضر، ما تزعليش والنبي. حاضر، بس بسرعه هعمل لكم مكرونه وبانيه. يوه، ما انت عارف يا طارق ان انا ما باكلش البانيه. تاكليش البانيه؟ طب اقلي لك بيضتين. حل يا ابني المسألة دي عملتها لك 100 مرة، حرام عليك، انت مخك ايه؟ يلا يا ابني، انت يا بنت خدي اللي انت ما عملتيش دي. يقولوا علي الراجل اتجنن يعني ولا ايه؟ اشد في هدومي يا عيال، جننتوني. وطوا صوتكم الدوشه دي شويه، الواحد ما يعرفش ينام ساعتين في البيت. مش قلت لكم وطوا صوتكم عشان مامتكم تعرف تنام؟ مامتكم عايزه تنام، بتجيبوا لي الكلام. انا بتجيبوا لي الكلام. خلاص اعمل لي شاي يا طارق. شاي؟ طب انا بخلص بس الهوم ورك بتاع الاولاد، وعندهم كويزات وامتحانات، واهم ما يتلم. ماشي، انا عندي صداع يا طارق. طيب اعمل لي شاي وارجع كمل. قدر اللي انا فيه ولا كانوا عيالي لوحدي كنت انا جايبهم لوحدي بقى المشروخه دي. ماشي يا طارق، يعني انا دلوقتي عايزه اشرب كوبايه شاي. هقوم اعمل لك شاي. حاضر. مش قادر، ضهري قافش، حرام عليك، شغال طول اليوم في المطبخ ومذاكره للعيال، مش قادر اتحرك.
حرام عليكي. يا سيدي شوف لك مستشفى روحها ولا شوف لك حل مش يعني. قادر ذنبي ايه انا طول بالجوازه دي يا طول رب؟ اليوم واقف في المطبخ ومذاكرة العيال، مش قادر والله، تعبت فعلا. كل ده عشان بقول لك اعملي كوبايه شاي؟ هو انا متجوزه علشان ادخل اعمل لنفسي الشاي يعني اخرتها؟ ولا انت لما أجيب كنت الجيران يعملوا لنا شاي انت ولا كنت ايه؟ انت لما جيتي زمان تطلبيني من ابويا، مش انت قلتي هتراعي ربنا فيا؟ حرام عليكي، يعني مطبخ وام ورك وشغل ليل ونهار، مش قادر اقف، تعبان. خلاص بلاها شاي. ويقولوا الستات بتنزل ليه تقعد على الكافيه وتقابل صاحبتها وتفك عن نفسها وبتسيبني وما لا، بتسيبنيش انزلي. وبتاع. سلام يا طارق، انا انزلي. نازل. سلام يا طارق، مع سلام. السلامة. ذاكروا يا ولاد. انزلي روحي اقعدي مع اصحابك براحتك على اي كافيه وسيبيني، حرام عليكي. روحي يا شيخة، ربنا ينتقم منك. اظن ده موقف ساخر جدا. طارق ورانيا يعني عملوه بشكل مبدع جدا، واخراج عاطف الشيخ، انا بحييكم بجد. دي كذا مره اسمعه واضحك فعلا. لكن تخيلتوا معاناه الست قد ايه؟ تخيلتوا لو بدلنا الادوار بالشكل الساخر ده ممكن يحصل ايه؟ ده طبعا خيال، بس هو ممكن يعني ممكن تتخيلوا الوضع اللي اي واحده ست فيه ازاي. مش عارفه والله. طب يعني نروح لكم ونروح معاكم لفاصل ونرجع لكم تاني. طيب يعني التعليقات ما زالت شغالة على المنشور الخاص بموضوعنا النهاردة، والناس رجالة يعني مش في تعليقاتها معظمهم، يعني مش هنقدر نقول كلهم. علي يوسف مثلا بيقول لي ما ينفعش الست اللي ما بتشتغلش تنزل تشتغل، قطعها بشكل كامل، ان اللي ما اشتغلتش ما ينفعش تنزل خالص. أستاذة ماجدة إمام، دكتورة ماجدة بتقول كل الرجالة هيقولوا ما يصحش، بس احنا ستات اللي ربينا ولادنا على كده ونستاهل اللي بيجرى فينا. وبتقول كمان دي مشكلة مجتمع بحاله وعايزة وقت طويل علشان تتغير، لان كمان الجيل الجديد من البنات اصبح كده برضو. يعني الحقيقة دكتورة ماجدة لمست حاجة مهمة جدا جدا، ان اللي بيربي الولد وبعد كده بيبقى راجل على الموضوع ده، وعلى ان هذا هو دور الست الوحيد، او هذه هي ادوار المرأة فقط. هي واحدة ست والدته ربته انه ما يشيلش الكوباية دي من جنبه ويوديها المطبخ يغسلها. والدته ربته على ان لما يقلع هدومه في الاوضه بتاعته تفضل منكوشه زي ما هي ومن غير ما يروقها. والدته هي اللي قالت له ان ما ينفعش ان هو لو هي في يوم تعبانه انه ممكن يقدر يقوم يساعدها ويقوم بالشغل مكانها. فالحقيقه دي بقى مصدر المشكله وهي التربيه. احنا معانا على الهواء دلوقتي الاستاذ عماد طلعت، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ عماد. اهلا بيك استاذه اميره. اهلا بيكي. اهلا بيك ومنورنا راديو القاهره الكبرى. نورك
يكرمك، ربنا يبارك فيك. طيب استاذ عماد، حضرتك من الناس اللي بنتكلم عنهم دلوقتي، يعني احنا في البرنامج قاعدين بنتكلم عنكم كرجاله، انكم ما بتساعدوش، ما بتساهموش، ما بتخلوش الست في حاله مشاركه مع زوجها او مع اخوها او مع ابنها حتى. يا ترى عايز اعرف رايك انت بقى شخصيا في الموضوع ده ايه الاول يعني؟ نوعية المشاركة، هل المشاركة في أعباء المنزل كحاجات منزلية، شغل منزلي، ولا المشاركة بمعنى إن المشاركة العاطفية، ولا المشاركة احنا بداية بنتكلم على المشاركة داخل البيت، وطبعا المشاركة في مسؤوليات البيت بالكامل. مفيش حاجة اسمها الأولاد تربيتهم على والدتهم أو مذاكرتهم على والدتهم بس، أو أعباء المنزلية لما بيرجعوا مع بعض من الشغل، هو بيخش ينام ويرتاح وهي بتقوم داخلة تكمل أعمالها المنزلية لغاية ما تنام. يعني ده سؤالي ليك أنت بقى، رأيك إيه في الموضوع ده؟ طيب خليني أقول لك إن العصر الحديث أو الوقت الحالي الست شايلة أعباء أكتر من زمان كتير. يعني كان زمان هنتنقل لموضوع العمل والزوجة العاملة، ولكن كان زمان يمكن نسبة المرأة العاملة أقل، وكان الراجل هو اللي بيقوم بمعظم المسؤوليات، وكان الست كان هي بتقوم بمجرد أعباء المنزل فقط. وكمان عايز أقول لك إن كان في سهولة في توفير اللي هي الخادمة أو اللي هي بالظبط. كانت ستات زمان يا أستاذ عماد يعني المتيسرين الحال كانوا دايما بتبقى في خدامة في البيت زمان. يعني أنا عايز أقول لك، وحتى اللي مش متيسرين قوي يعني كان موجود خادمه في المنزل، امر طبيعي. واحنا حتى رجال الافلام القديمه بالظبط كان دايما بيبقى في بنت صغيره او واحده معاهم في قلب البيت مهما كان مستواه. فاذا الست زمان كانت مستريحه اكتر من دلوقتي بكتير، ولكن في ظروف الحياه الحديثه، وتعالي نشوف اميره ونشوف غير اميره كمان، هنبص نلاقي حتى الحاجات اللي بره البيت هم اللي بيعملوها. يعني مثلا الاطفال، مين اللي بيودي الدروس؟ الست. مين اللي بيودي تمارين النادي؟ في ماما لازم هي اللي تودي. مين ده؟ في عايز اقول لك ان في سيدات بيشتروا ملابس ازواجهم يعني كتير جدا. حتى هو حتى ما بيحاولش ينزل معاها، يعني هي بتشتري له وبتودي على البيت. وانا عايز اقول لك ساعات في رجاله بيزعلوا لو مثلا المقاس مش مظبوط، لا مش تعرفي المقاس صح، يعني مش مثلا حتى يقول لها كلمه شكر ولا كمان بيلومها على انها ما جابتش المظبوط قوي. يعني انا شفت ده، يعني زوجي يقول لي يا اخي تخيل ان مراتي مش عارفه مقاس البيجامه بتاعتي. لا حول ولا قوه، دي مأساة يا استاذ عماد. متجوزين بقالنا قد ايه؟ تقول يا اخي طيب يعني ساعدها شويه، انا حتى ما نزلتش معاها، طب طلع لها البيجامه وقول لها هاتي المقاس ده، يعني عارفه يعني حتى يعني هي مش بتتحمل الاولاد وبس لوحدها، ده كمان متحملها هو شخصيا ولوحدها. بالظبط. والنموذج اللي حضرتك قلتيه انا عجبني قوي، حكايه ان الام اللي ما بتقولش لابنها ان هو يشيل الكوبايه. انا النموذج ده قدامي، ان في زوج يبقى قاعد ومراته بتشتغل وموظفه وداخله من بره زيها زيه، ورغم كده يقول لها انا عايز اشرب ميه. ايوه فعلا، عايز اشرب ميه، كانه كان مستنيها ترجع علشان تجيب له كوبايه الميه. حاجه مش طبيعيه. طب نقطه مهمه وعجبني قوي تعليقك والحوار بتاعك عن التربيه، لأن عايز أقول لك إن 90% من قيم الإنسان ومعتقداته بيكونها في أول 7 سنين. تعديلها ممكن بعد كده مع ظروف الحياة ماشي، ولكن بس كل ما بيكبر كل ما الموضوع يبقى أصعب في التغيير. برافو عليك يا أمير. هو بيبقى في السن الصغير ده بيشيل حاجات، وهي نفس القصة برضو، مش بس بشكل واعي ولكن بشكل لا واعي. بيشوف إزاي الأب بيعامل الأم، بيشوف إزاي كمان، دي نقطة مهمة جدا، يعني حتى لو هو ما خدش الموضوع بشكل واضح وبشكل مباشر، هو في المخزون او في العقل اللاواعي حتى من سن 2 و3 واقل بيخزن حاجات كتير، الطريقه، الاسلوب. وعايز اقول لك ان مش بس دي، ولكن ساعات هو لما بيشوف الاب بيعامل الام بطريقه معينه ويشوف بيتحقق له كل حاجه، بيعرف ان هي دي الطريقه المناسبه لمعامله الزوجه، فبيطلع يعامل زوجته بنفس الطريقه عشان ياخد نفس المميزات اللي كان بياخدها باباه، انه مستريح، ان ما حدش بيقدر يقول له اعمل حاجه. يعني عارفه مش بس مجرد بيحصل تلقين ليه، ولكن هو بيشوف كده وبيجمع جواه ان دي الطريقه اللي تضمن له حياه مستريحه، انه يبقى مستريح والست هي اللي شقيانه.
يا استاذ عماد، ده احنا لما سالنا تخيلوا لحظه معانا في تبديل ادوار جالي تعليقات غريبه جدا وكانها جريمه في حق الرجال ان احنا نقول او نفكر لحظه ان هم ممكن يساهموا في الاعباء دي، وازاي لا ده دور الست ويبقى راجل ازاي. يعني في تعليق جالي قال لي ويبقى راجل ازاي لو هو عمل كده معاه. طيب خليني اقول لك بقى نقطه مهمه جدا ويهمني ان انا اقولها لك. تعالي نقول ان في حاجه اسمها ذكر وفي حاجه اسمها انثى وفي حاجه اسمها رجل وفي حاجه اسمها امراه. ايه الفرق؟ الذكر والانثى خلاص حاجه بيولوجيه، الانسان تكوين الانسان نفسه، انما الرجل يفرق عن الذكر كتير قوي ذكور لكن ما فيش الرجال. طب ايه الرجال؟ عايز اقول لك ان حتى احنا من ضمن الدورات الاسريه اللي بنعملها ساعات للرجال والنساء في دوره اسمها الرجوله، ازاي تبقى راجل صح. فمن اهم المهارات ودي مهمه جدا، اهم المهارات يا استاذه اميره اللي عند الراجل ان يكون عنده حاجه اسمها المبادره. يعني اللي يفرق راجل عن ذكر او شخص عادي انه يكون انسان مبادر. يعني ايه مبادر؟ عنده المبادئه، هو اللي بيبدا، هو المبادر. خلي بالك دي مهمه جدا، مبادر باعطاء الحب، مش يستنى الاول، هو اللي يبدا بيه. مبادر باعطاء الحنيه، مبادر ان هو يكون قريب منها لما تكون تعبانه او متضايقه، مبادر ان هو اتفضلي حضرتك عايزه تقولي حاجه. انا حاسس صوتك. انا مع حضرتك، بس انت عارف ان مش ده الواقع قوي يعني، او مش ده اللي بيتم. انا عايز اقول لك ان ده مهم جدا. يعني المبادره دي الراجل لازم هو اللي يبدا. ده دايما يقولوا الست هي اللي عليها كل حاجه، هي اللي تقدر تخلي بيتها سعيد او تخليه يعني في كآبه، هي عليها كل حاجه وهي اللي تقدر تغير كده او كده. لا بصي انا عايز اقول لك حاجه مهمه. لما نتكلم عن المراه هقول لك ان احنا بندرب المراه على حاجه مهمه جدا، ازاي هي تتقبل الحب. تخيلي يعني شايفه دي ماشيه ازاي. يعني في ست، دي طبعا النقيض بقى. يعني ايه يقول لك يعني ايه تقبل الحب؟ في واحد يبقى بيحب وعنده قدره على اعطاء الحب، والست ما عندهاش ما تقدرش تتقبل دوت وتحقق له اللي هو عايزه. يعني عارفه؟ فازاي تتقبل الحب؟ ازاي تبقى انسانه مجامله لزوجها؟ ازاي تقدره؟ ازاي تحترم؟ دي صفات الانثى بالظبط. فالمبادره دائما من عند الرجل. المبادره في اعطاء جو السعاده في البيت. المبادره في ان هو يضرب المثل لاولاده في الام لو تعبانه، الكلمه اللي ممكن ان احنا نقوم ونعمل ونطبخ دلوقتي عشان ماما تعبانه، نروق شويه، او حتى ينزل يجيب اكل من بره على قد امكانياته. يعني عارفه يعني وياخد ابنه معاه، تعالى نجيب عشان خاطر ماما تعبانه. مش يقول لها بقى شوفي اختك ولا مامتك تقعد جنبك شويه او روحي عندهم شويه لغايه ما تخفي. والنماذج دي والله بشوفها. لكن انا عايز اقول لك في نموذج ايجابي احب اقوله. شفت في احد البيوت يعني، وراجل كبير مش صغير، هنقول جيل قديم كمان، وزوجته موظفه وربنا رزقه بنتين وولد. في حتى يقول لك بنتين هم اللي يشتغلوا. فلقيته الثلاثه البنتين والولد بيعملوا مهام المنزل زيهم زي بعض بالظبط. فانا حبيت اعرف يعني وجهه نظره، انا عاجبني ده. فحب اعرف وجهه نظره. قلت له طب هم قاعدين قدام الزوج والزوجه، طب البنات اثنين يعني وكبار في السن مش صغيرين، طب هم يقوموا كفايه. فقال لي ليه ويفرق عنهم ايه؟ ده عضو في نموذج جميل جدا. طبعا. وخلي بالك وشوف لانه غريب على مجتمعنا فلفت نظرك طبعا. وقال لي كلمه وعجبني والله، وقال لي كلمه جميله قوي. قال لي ايد مع ايد تساعد. شايف المعنى؟ يعني نحط ايدينا في قدامنا كل واحد يعمل. قال لي كل واحد بيعمل حاجه، يقوم يغسل طبقه، الكلمه حضرتك قلتيها، يقوم يحط كوبايه، يقوم يغسل طبقه مطرح الغداء. الام بتعمل كل حاجه ازاي؟ صدقيني حتى لو مش موظفه، يعني حتى الزوجه اللي مش موظفه اللي هي ربة المنزل، لو ما فيش معاها حد بيساعدها في البيت زي ما حضرتك قلتي خادمه، ودي نقطه اصبحت يعني بغض النظر عن الناحيه الماديه اصبحت عمله نادره، او مش متاحه على طول، مش متاحه كتير عليها اعباء المنزل، وكتير عليها انها تروح وتيجي. الزوج على فكره المبادره، الزوج اللي هو شغال طول النهار وربنا معاه وظروف الحياه صعبه. تمام. هو طب اقول لحضرتك يحيى حسين ايوب دلوقتي هو ممكن يكون بيسمعنا وعلق دلوقتي على كلام حضرتك، بيقول ايه الظلم ده؟ هو الراجل هيعمل ايه ولا ايه؟ هيقضيها شغل بره وجوه؟ ده تعليقه، او يعني بعت لي هذا التعليق اثناء حديثنا. يعني هيشتغل شغل جوه وبره؟ طب ما الست بتشتغل جوه وبره. طب ما الست السيدة الآن بتحمل أعباء اجتماعية ونفسية رهيبة. إيه المشكلة لما نقسمها علينا كلنا علشان نبقى كلنا متشاركين؟ والحياة مشاركة، هي الحياة مش طرف بيعمل والطرف التاني بيتلقى فقط يعني، ولا إيه؟ طبعا.
وانا قلت لحضرتك نقطه مهمه، حته المبادره. يعني ايه المبادره؟ المبادره حتى ان احنا نقعد مع بعض نقسم الاعباء دي علينا على بعض، مين عليه ايه. دي نقطه مهمه جدا يا استاذه اميره. ان زي اي حد، اي خطه، اي بلان حتى بيتعمل لشركه او ده بيت، ده شركه بين اتنين. احنا هنعمل ايه وخطواتنا ايه وانا عليا ايه وانت عليك ايه. على فكره الحاجات دي بتبقى واضحه من البدايات، والحاجات بتتقسم بينهم صح، بيبقى بعد كده ظهور المشاكل صعب. طيب قول لي بقى يا استاذ عماد، الاثر اللي ممكن نلمسه لو فعلا الزوج قرر ان هو يتشارك مع زوجته او مع والدته او مع اخته الاعباء المنزليه والاسريه، يا ترى ده هينعكس بايه على هذا المنزل؟ انت عايزه ترجعي اللي هو حتى في بيت الام يعني. يعني لو هو ساعد والدته او ساعد اخته، او يعني الموضوع مش مرتبط بس باسره وزوج وزوجه، عموما بشكل عام. انا عايزه اقول لكل ام بتدلع ابنها زياده قوي. في ساعات ابناء يحبوا يساعدوا الام تقول لا يا ابني لا ما تتعبش نفسك يا حبيبي، اقعد ارتاح انت. وتقوم وهي ممكن تعبانه. ده على فكره ده سوء تربيه. وده على فكره بيجيب نتائج عكسيه. يعني هي فكره انها بتحبه كده، وان هي لا عكس، دي بتربي فيه. معلش عفوا وهستخدم كلمه، لما تكون هي تعبانه ويسيبها تقوم تعمل له حاجاته، ده قله نخوه. يعني بتربي فيه انه الانسان ما عندوش حته ان هو المفروض يبقى عنده احساس، يعني على الاقل ماما تعبانه انا هقوم مكانها النهارده. هي تسيبه يعمل ده وتسيبه يساعدها، ولكن وتشكره بعد كده. يبقى هي اديته درس في حاجتين، ان هو خلته يساعدها وهي تعبانه ويحس بيها. رقم 2 ان هي قدمت له الشكر، فعرفته ان هو عمل حاجه طيبه وحاجه كويسه. طب يعني عايزه ارجع لسؤالي لحضرتك، الاثر الايجابي اللي ممكن نلمسه فيه لو افترضنا ان هذا البيت فيه نوع من انواع المشاركه الجماعيه، هينعكس يعني الشغل ده هينعكس ازاي على البيت؟ هينعكس ان هيكون في راحه اكثر نفسيه للزوجه بالذات، اللي هي شايفه نفسها بتعمل كل حاجه. هينعكس ان ده هيبقى طريقتها حتى في التعامل معاه افضل. ايوه. فهينعكس على علاقتهم ببعض، يعني هيبقوا مبسوطين اكتر بكل بساطه. اكيد. انا عايزه اقول لك ان حاجه مهمه جدا برضو، يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها، ان ساعات الشقه الزياده بيعمل نوع من السعاده، وساعات العطاء بيعمل نوع من السعاده، وساعات اكتر كمان. بمعنى يعني الزوج لما يجتهد زياده شويه بره شغله، ان هو يحس انه بيعمل حاجه لزوجته، او بيعمل حاجه عشان خاطرها، او بيقدم لها حاجه، او ان هو يبقى راجع من شغله ممكن تعبان شويه يتصل بيها بالتليفون حسب امكانياته. انا ما بقولش ان هو مساله مصاريف، لا، النهارده ريحي نفسك حتى لو ما كانتش تعبانه يا استاذه اميره، حتى ما كانتش مجهده، كانوا حتى من التقدير ليها النهارده ريحي نفسك، هنخرج ناكل بره. ناكل بره دي حسب امكانياتهم، عشان بس ما حدش يقول ما فيش النهارده امكانيات، لا، في الاكلات البسيطه لغايه الحاجات يعني ان شاء الله طبق كشري كويس. بالظبط. انا عايز اقول لك ان مجرد ده، شوف حاجه بسيطه قد ايه، مجرد ده كافيه جدا ان هي تعمل حاله من السعاده على الاثنين. هو نفسه هيحس ان هو سعيد بنفسه، ان هو انسان مش مستغل، انسان مش جايب الطرف الثاني لغايه اخر حاجه، يعني مش بيجيب الطرف الاخر لغايه اخر حاجه ليه، عارفه اللي هو لما يقع يعني. لا، انسان بيقدر اللي قدامه، وبيعتبر مكافاه صغيره حتى على المجهود اللي عملته مثلا في 4-5 ايام اللي فاتوا. تعالي ناكل، تعالي النهارده هنتعشى بره مثلا. قد ايه الاثر هيبقى جميل في نفسيتها. يعني انا بتخيل الموقف ده، وبتخيل برضو رد فعلها في ان هي هتحاول تساعده، وهتحاول ان هي يعني ترد له الموقف الجميل ده. ولو اتكرر كمان يبقى دي حالة عامة، كل واحد بيحاول يعمل للتاني الحاجة اللي بيحبها او بتريحه او بتسعده. يبقى هنا الاثنين هيتسابقوا ان هو كل واحد يقدم للتاني حاجة كويسة. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا برضو نتكلم فيها النهاردة في ظروف الحياة. الست تبقى مجهدة وتعبانة، ممكن تكون عصبية، في رجال عشان بس ما حدش يحط تعليقات او يقول ازاي، يعني ممكن تبقى في اوقات معينة تحصل نوع من النرفزة، تنفعل مثلا على زوجها. لو هو خد الموضوع بقى يعني ما ينفعش صوتها يعلى، والجو ده اللي هو يعني بيفسد اي علاقه زوجيه، ودخل بقى في سباق لا يعلي صوته عليها والجو اللي انت عارفاه ده، الموضوع هيتضاعف. لان عايز اقول لك ان 90%
نتيجه ردود الافعال اي موقف، و10% بقى الموقف نفسه. فعلا ده رد فعل، ممكن يعني حاجات كمان متراكمه كمان يعني. بالظبط، يعني ممكن يكون موقف بسيط حصل بينهم، ولكن استمراره في رد الفعل معاها وان هو يجاري العصبيه والنرفزه يخلي الموضوع يوصل لابعاد اكتر كتير من الموقف. لكن يا سلام لو هي انفعلت وهو مقدر ده ظرف غير طبيعي، ان هي مش عادتها كده يعني، ما بقولش ان ده طبيعي، لازم يقدر انها تعبانه، ممكن يطبطب عليها يقول لها معلش نتكلم في وقت تاني او ناجل الكلام. شوفي حركه زي كده ممكن تبقى بسيطه. مش ممكن يا استاذ عماد، حضرتك بتتكلم في خيالات، مفيش حد بيعمل كده. انا عايز اقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه. انا لسه عايز اقول لك ان ده ممكن ما يكونش سهل، فعلا مش سهل، ولكن خليني اقول لك لكل واحد. وانا يعني هضرب لك مثل بسيط كده، ان واحد قاعد يفطر مثلا، وجت زوجته بتقدم له كوبايه الشاي او كوبايه النسكافيه او القهوه، وبعدين لا اراديا راحت وقعت القهوه على هدومه، هو لابس بدله ورايح شغل، حلو كده. طيب الموقف ده انا بقول له هو حتى 10% خلاص حصل الموقف ده، خلاص رد الفعل لو هو اتضايق اتنرفز ومش عارف ايه، مش ازاي ما تاخديش بالك، وحصل انفعالات، ممكن الموضوع يتطور كتير، هيترتب عليه. انا بقول الكلام ده لاي راجل، انا بس عايز اوصل لك معنى معين. هو هيتاخر، هياخد وقت في الخناق، ممكن لو هو مثلا بينزل يوصل اولاد المدرسه هياخرهم عن المدرسه، هياخر نفسه، وهو نفسه هيبقى جواه كميه من العصبيه والحاجه يعني لا يمكن تخليه يقضي اليوم بشكل كويس، ولا يمكن تخليه يؤدي شغله حتى بشكل كويس. طيب تخيل لو هو تقبل الموضوع بصدر رحب وقام راح مغير البنطلون بتاعه اللي وقعت عليه الشاي او القهوه وعدى الموقف، الموضوع ما ياخدش 5 دقايق. نشوف الحاجات الصغيره دي اللي فعلا بتحول البيت لجحيم او بتخليه بيت رائع، يعني حاجات صغيره جدا لو انتبهنا ليها والله بقى بيوتنا كلها تبقى سعيده ومبسوطه. بس خففوا الحمل شويه على الست يعني، بجد خففوها. لا في حاجه مهمه جدا عشان تقول لك ايه انا اعمل كده ليه او دي احلام. انت المستفيد والله، يعني انت المستفيد، اعصابك، وقتك، جهدك. نستنزف مجهودنا ونستنزف طاقتنا ونستنزف اعصابنا في حاجات ما تستاهلش. بالظبط. استاذ عماد، يعني الحقيقه انا مستمتعه جدا بحواري معاك، واتمنى يا رب من كل واحد بيسمعنا دلوقتي انه يتخيل معانا اللحظات دي ويتخيل نفسه ويفكر يحاول يعملها. تغيير المجتمعات والمعتقدات بتاخد وقت طويل شويه، لكن ادينا بنحاول ودينا بنقول، وحاول انت كمان تسمعنا، لان فعلا من الردود اللي شفتها في بعض التعليقات على الموضوع على الفيسبوك حسيت ان الناس اصلا مش معترفه بده او مش عايزه تسمع ده. انا حاسس انك بتختمي، بس انا حابب اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. يمكن احنا بنستخف بيها لكن هي في غايه الاهميه. زي ما اي زوج بيطلب من زوجته انها تكون جميله في البيت واخده بالها من نفسها قوي يعني اخر شياكه، انت كمان ملزم من الذوق ومن الرقي انك تكون رائحتك عطره، الرقي انك تكون دقنك محلوقه في البيت زي ما بتحلقها كده وانت رايح الشغل ورايح لما يقابل بس حد مهم او هو رايح الشغل او راجع. اجازه بقى يبقى سايب دقنك شكلها، حتى يبقى شكلها مش حلو. عارفه الشكل، عارفه ان يكون واحد قاعد في السجن مثلا يومين 3 يهتم بمظهره في البيت، يعني هذا هو المجمل، يعني يهتم بمظهره في البيت. يحط برفن كده لطيف وحلو، يغسل سنانه مهم جدا. بالظبط. واول ما يدخل البيت يا ريت مهما كان مجهد يدخل ياخد شاور كده ويظبط نفسه، حتى يبقى قاعد معندم مع زوجته. ده نوع من التقدير ليها والله. يعني في حاجه قله ذوق ان الانسان يكون مبهدل في بيته، وعفوا معلش يعني نتيجه الحياه واليوم، ويبقى حتى رائحته مش ظريفه. زي ما تطلب من زوجتك ده انت لازم تكون ده. هو كان في اعلانات او في سلسله اعلانات في رمضان يمكن الكل خد باله منها، بتتكلم على الزوج اللي داخل البيت اللي بيصحى من النوم ريحته وحشه او شكله صعب، او يعني كان حقيقه يعني مستفز جدا. لا تطاق يعني. كان مستفز جدا. بس هو الحقيقه يعني الاعلانات دي او الجزء ده من الحمله الاعلانيه مثلت بيوت كتيره جدا ونبهت يمكن الناس لبعضها. يعني خد بالك، ما حاول انك تبقى كويس شويه. وانا عايز اقول كمان لاي راجل بيعمل ده والله انت هتبقى مستفيد. بالظبط. في سعاده في البيت وراحه نفسيه ليك، وانت نفسك هتبقى مستريح. الانسان اللي بيكون واخد باله من نفسه ان هو نفسه نفسيا مستريح على فكره. نهاية بشكر حضرتك أستاذ عماد طلعت، استشاري العلاقات الأسرية، وإن شاء الله إحنا لينا كلام كتير وحلقات كتير مع بعض في موضوعات كتيرة تخص هي وهي. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ أميرة. شكرا.
لسه معاكم ولغاية الساعة 8 على الهواء، وبنقول لو بدلنا الأدوار أو افترضنا إن الراجل قرر إن هو يسعد مراته أو مامته أو أخته، قرر إن هو يساعدها في قلب البيت، يا ترى الحياة هتبقى شكلها إزاي؟ ويا ترى الناس الرجالة اللي بتسمعنا معترضة ليه يا جماعة؟ أنتوا معترضين ليه؟ وشايفة في حالة كده غضب على الكومنتات اللي أنا شايفاها. لكن شفت حالة جميلة من صديقتي العزيزة إيمان عبد الهادي، وقالت كده حاجة واقعية، بتقول قالت في التعليق: لا البي يقلع ويلبس نظيف ومكوي وياكل على الجاهز، اصله فاكر نفسه مصدر للفلوس وبس، ده اذا كان لسه عارف يجيبها لوحده اصلا. وبعد كده قالت تعليق تاني بتقول: طبعا تفتكري هو اتجوزها ليه؟ مش عشان تطبخ وتغسل وتنظف وتشتغل وتساعد في مصروف البيت وتربي الاولاد وتذاكر لهم وتوديهم المدرسه وتتابع الدروس، ده غير مراعيتها للمناسبات السعيده عند اهله، وفي الاخر لازم تكون صفيناز والا هيخونها بحجه انها مش مهتمه بنفسها. ايمان انت معانا على الهوا، ازيك؟ ازيك يا اميره؟ ايه التعليقات الجامده دي؟ يا اميره يعني عايزيننا كل ده فول اوبشن يا اميره. فول اوبشن من كله. احنا لينا رجلين 2 وايدين 2، نعمل ايه بس؟ يعني انت لازم تشغلي كله 24 hours لخدمه هذا الرجل عشان يبقى مبسوط. خدمه 24 ساعه فول اوبشن يا باشا. لا بجد كمان مش عايزين شبكه ومش عايزين نيش، احنا عايزينك انت بس. والله ايمان طبعا انت لسه مش متجوزه وانت لسه على البر وبتقولي الكلام ده؟ طبعا، ما هو بصي اللي اوله شرط اخره نور. ايوه احنا لازم نكون متفقين من البدايه. انت عايزني اموره ودلوعه واعمل لك البشاميل والحلويات؟ أيوة. عايزني بالظبط قدم السبت تلاقي باقي الاسبوع. يعني انت هتشرطي عليه من الاول كده، ايدي في ايدك في قلب البيت ومع العيال وفي كل حاجه، لا اما بلاها من الخطوبه وهو بيتقدم هقول له: بص انت هتدخل للبيت ليك حاجات معينه هتعملها وانا ليا حاجات معينه اعملها، لو انا قصرت تتكلم، لو انا ما قصرتش انت لازم تشكرني وتجيب لي هديه كمان. الله عليك يا ايمان، ده ايه الجمال ده؟ طب وانت متخيله ان الرجل المصري الشرقي اللي متربي ان مامته الجميله مدلعاه ومهنياه هيتقبل حاجات زي كده مع زوجته؟ بصي هو لازم يتقبل، يعني احنا بيقولوا يعني جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. هو لازم اعوده في البدايه على كده، لو ما عملتش انا مش هعمل خلاص. يعني اذا انت عايز مني حاجات معينه، عايزني اطبخ لك واكوي لك واغسل لك وهدومك تبقى مرتبه في الدولاب، وعايز برضو في الاخر تيجي. طب ما هو الراجل بيشقى وبيتعب يا ايمان بره البيت على الحاجات الحلوه. طب ما هو لازم يعمل حاجه، ما يفضلش هو مركز بس انا شغلي انا اصحابي اجيب الفلوس وخلاص. لا طبعا انا مش متجوزه بنك، لان الفلوس دي انا اعرف اجيبها ازاي وافتح شنطتي هلاقيها. يعني هو مش بيشقى ويتعب بره البيت دلوقتي عشان يرجع يرتاح كده ويلاقي كل حاجته جاهزه؟ ما انا كمان بشقى وبتعب، انا كمان بشتغل وهو بيشتغل، نرجع احنا الاثنين حاسين ببعض. زي ما انا مطلوب مني ان انا احس بيه، ولما يدخل من البيت ما اهيئ له البيت واخليه هادي ونظيف ومرتب وكده. أيوة. هو كمان لازم يحسسني انه حاسس بيا، على الاقل لما يكون بياكل يشيل مطرح ما اكل، يعني يقوم كده ويشيل الطبق مكانه ويوديها المطبخ. معقول؟ مش عيب ولا حرام والله. فعلا والله مش عيب ولا حرام. في ناس اعتبرت ده جريمه ان احنا نتكلم اصلا في الموضوع ده. انتوا عايزين تقلبوا المجتمع وعايزين تبدلوا ادوار وعايزين تقلبوا الستات على هذا الموضوع. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ هو ده دور الست الطبيعي في البيت، عايزه تشتغل وتتحمل ده، ما تشتغلش وتقعد في البيت وخلاص. بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم مش هيتعبوا. سيدنا محمد كان بيريح زوجاته وكان بيحس بيهم وكان رحيم جدا بيهم. هو لو اقتضى بسيدنا محمد اللي هو سيد الخلق واحسن منه واحسن من مامته اللي ربته على الدلع مش هيتعبنا كده، هيحس بينا على الاقل. يدخل من الباب يقول لها تسلم ايديكي. ايوه الله ريحه البيت حلوه، متشكر ان انت كويتي لي القميص ده. انا كنت لا هو اصله بيعتبر ده واجب ومن مهام عملها الرئيسيه، فعلشان كده ما تستحقش الشكر. يعني احنا مش مكتوبين مع العفش على فكره، احنا بشر وولاد ناس. احنا اتصرف علينا قوي على فكره. يعني انت
متخيله انك هتلاقي رجل بالمواصفات دي يا ايمان ولا صعب الموضوع شويه يعني؟ هو الموضوع صعب، وده صعب. نتيجة التربية، لأن هي مامته بتربيه على إن أنت يا حبيبي سبق البرومبا، وأنت أي بنت تتمناك في الدنيا، وأنت تفضل تنفخ فيه لحد ما يجي في وشنا الفرقع. فلا طبعا ده بيبقى نتيجة التربية ونتيجة العوامل في المجتمع، إن هو شايف نفسه أحسن حد، ويعني تأدي ما عليك أدي وكده. لكن لا، كل واحد لازم يعرف تمامه بقى. ايوه بقى. طب انت يا ايمان ان شاء الله يعني بعد ما تتجوزي باذن الله لو جالك ولد هتربيه فعلا على الموضوع ده حتى لو والده مش كده؟ طبعا من البدايه هعلمه ان هو يساعدني، ويكون مرتب ومنظم في حياته، على الاقل يخدم نفسه، علشان لو اتغرب ما نضمنش بكره في ايه، ممكن يسافر مثلا يكمل تعليمه بره او يشتغل بره او ايا كان، ما يحتاجش ويتبهدل. متخيله يا ايمان حماتك هتبقى عامله ايه فيكي؟ بنوته حلوه زي ما هو عايز، يلاقي ضوافرها كده فيها مانيكير. أيوة. ويلاقي شعرها الله جميل وسايح وكده، لما يكون عايزها بالمنظر ده لازم يريحها، لان يجيب لها شغاله بقى. بالظبط كده. بس انت متخيله ممكن حماتك تعمل فيكي ايه لو لقيتك بتشغلي ابنها وبتخليه يعمل معاكي الحاجه؟ متخيلها؟ انا مش هعمل ده قدامها. يعني اظن هتيجي تقعد لك يعني. يعني انا نصيحتي ليكي انك تختاري حماتك مع اختيارك لزوجك بجد. هو ده هيكون اصعب، بس هو الاسلم اللي اضمنه ان انا اقول له بص خلي ده بيني وبينك والنبي ما تعرفش حاجه. ما تجيبش سيره لحد انك معاه، ما تجيبش سيره الكلام ده قدامها يعني. والله دي مشكله. طب انت لما بتقولي الكلام ده وانا بشوف فعلا حاجات ليكي زي كده على صفحتك على الفيسبوك، يا ترى بتشوفي ردود الافعال ازاي؟ الناس بتستغربك ولا بتبقى معاكي ولا طبعا بيستغربوني. بصي يا اميره، يوم الوقفه انا كنت طالع عيني في البيت وبساعد ماما، واخويا كالعاده سافر يعني راس البر يغير جو، راح يتفسح بقى وانت شغاله وقايمه بالبيت، وانا بقى ايه عامله فيها فلبينيه. وبعدين كتبت كده بص على صفحتي: عزيزي زوجي المنتظر، اعمل حسابك انك يوم الجمعه ويوم الوقفه مفيش خروج ومفيش صحاب ولا سهر. ايوه هتقعد معايا يا حبيبي نظبط الدنيا كده علشان في العيد اعمل لك بشاميل وحلويات. يعني برضو ايه يعني ايه تعمل وتلاقي. هظبطه برضه، ما هو الراجل معجز انت عارفه. فلقيت الناس كل الرجاله بتهاجمني وكل البنات فرحانه وبتأيدني، فحسيت بمدى القهر والظلم حتى في 2017. مهما تقدمنا وبنقول مساواه، احنا لسه برضه ورا، مش هنتقدم. مفيش مساواه ايه بس يا ايمان؟ لا خالص. هيقولوا لنا دلوقتي اللي يسمعونا انتوا عايزين اكتر من اللي انتوا خدتوه، ده احنا اللي بنتساوى بيكوا. والله انا سامعه الناس اللي هي مش متصله بينا. طب اقول لك على حاجه، انا نفسي لما بلاقي اخويا مثلا يعني بيعمل حاجه اقول له لا يا حبيبي هات عنك، ما تعملش، هات انا. الله، طب ما انت برضو بتمارسي نوع من انواع الظلم اهو يعني. لا خالص مش ظلم، بس هو يعني بحس ان هو بيقدرني، مجرد ان هو بس حاسس بيا، فانا بقول له لا يا حبيبي هات عنك. يعني شوفي، حتى لما الزوجه بتبقى في البيت تعبانه ومش قادره وبتلاقي جوزها مثلا هو واقف على الحوض او بيغسل، ده بتبقى كبيره عندها جدا حتى لو عمل ده مره بالظبط. بعد كده هتشيلها له وهتبدا تساعده في حاجات تانية تخص. ان هو حس بيا لما كنت تعبانه وقدرني وبتاع. انا اعرف على فكره يعني ازواج كنت بشوفهم جيراني، هي تغسل وهو يطلع ينشر عشان هي ما تشيلش الغسيل وتطلع بره في البلكونه. زمان كان اظن هم الجيران ممكن بقى يتريقوا على الوضع ده ويقول لك ده حقيقي، كانوا بيقعدوا يتريقوا يقولوا جوز الست بينشر لها. شفتي يعني. بس هي كانت مبسوطه بيه وهو كان مبسوط بيها، خلاص ما بيشغلوش بالهم. كفايه ان بيتهم مبسوط وسعيد. يمكن البيوت اللي بتتريق عليهم دول مش مبسوطين ولا سعداء زي ما هم مبسوطين ببعض. ما وراش غير الكلام. احسن حاجه هو الراجل يشوف مراته وهي بتبقى مبسوطه ازاي ويحاول يساعدها. الله عليك يا ايمان، انا والله سعيده جدا بمكالمتك وفرحتينا، ويا رب كده يرزقك بالزوج الجميل اللي انت دايما. انا بقى يا اميره لو لقيت حد من المتصلين كده موافق رجاله، يعني انت حبيبتي بقى صاحبتي. انت حبيبتي وصاحبتي يا ايمان، ما اقدرش ابغى بس نلاقيه هو ومامته، يعني ده اهم حاجه. لقيتي بقى. ربنا يوفقك في حياتك يا أميرة. كده بتثيري الموضوعات المهمة اللي فعلا بتمسنا وبنبقى عايزين نتكلم فيها، لكن احنا مهما كان في مجتمع لسه إلى حد ما تفكيره عقيم. محتاجين ان احنا نتكلم ومش هنبطل ولا هنزهق، وان شاء الله يعني مجتمعنا باذن الله هيتحسن. بس يعني غيروا شوية معانا، يعني الناس غير معانا.
شكرا ليكي يا ايمان، ميرسي ميرسي جدا يا لك، أميرة. كل سنه وانتي بالف خير. وانتي طيبه شكرا. يا حبيبتي، ميرسي. هي شيرين بتغني الأغنية دي وهي مقهورة على الرجل الأناني. حسوا بينا علشان نرتاح وعلشان نبقى كلنا شركاء وسعداء في النجاح اللي ممكن يتحقق في يوم. دايما حط نفسك مكان زوجتك أو أختك أو والدتك وشوف إحساسها بيك إيه. لو في يوم جيت وشلت عنها حمل تقيل أكيد هتفرق معاها كتير، ومش هتفرق معاها هي بس لكن هتفرق معاك انت كمان، خصوصا ان حياتنا بقت مش سهلة، حياتنا بقت صعبة ومحتاجة كفاح ومحتاجة شغل ومحتاجة حاجات كتيرة قوي. لو شلناها احنا الاتنين اكيد هتبقى احلى واجمل بكتير من اي وقت فات. كنت معاكم من الساعة 7 ولغاية دلوقتي، كنت مبسوطة جدا واتمنى يا رب تكونوا يعني حاولتوا انكم تعيشوا معانا. وبشكر زملائي الاعزاء اللي عملوا المقطع الصوتي الجميل، رانيا بسيوني وطارق البرديسي، واخراج طارق الشيخ، على المقطع الجميل اللي بدلوا فيه الادوار وكل واحد بقى يحط نفسه مكان الادوار دي ويشوف هيعمل ايه. شكرا ليكم، وبشكر كمان زميلي مهندس الصوت محمد ابراهيم، واشوفكم الاسبوع الجاي والى اللقاء.